السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ايام جميلة ومفترجة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. انهيار عقار الاسكندرية بشارع خليل حمادة التابع لمنطقة ميامي. العقار اتبنى من التسعينات، بيتكون من 13 دور. الدور فيه 6 شقق، يعني موجود في العقار 78 شقة. سكان العمارة مش كلهم من أهل اسكندرية، لأن العمارة كانت فيها شقق بتتأجر كمصايف، ففي سكان من العمارة من محافظات مختلفة. أحد جيران العقار المنهار بيقول إن المقاول بنى دور كامل مكون من 4 شقق دون علم السكان، وإن المعروف عن المقاول ده إن كان بيقول حاجة وبيعمل حاجة تانية. وبيقول إن سكان العمارة لاحظوا من حوالي 10 أيام إن المقاول بيبني دور، يعني دور مخالف. ولما سألوه أوهمهم إن هو بيعمل إصلاحات وترميمات للمناور والمداخل. العقار انهار بالطول، انقسمت العمارة نصين، نص وقع والنص التاني مهدد بالانهيار هو كمان، وحصل فيه تصدع شديد. ما خرجش من تحت الأنقاض لحد دلوقتي غير 4 فقط، وجاري البحث عن باقي السكان. نتج عن انهيار العقار تحطم السيارات اللي كانت واقفة تحته، بالإضافة لبعض المحلات التجارية، بالإضافة لحدوث حريق أثناء عملية البحث عن المفقودين، ولكن بفضل ربنا تم السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال المصابين. تعالوا نشوفوا مع بعض الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. ما عملش. انا شفت الصور، ما عملش ازاله تامه، كان ازاله لبعض الحوائط واجزاء منها. كام اسره كام اسره في العقار ساعتها؟ لا احنا 78 شقه، الدور فيه 6 شقق في 13 دور، وكان في 14 كمان، كان في عمال فوق كان بالونش، ما اعرفش ماتوا ولا حصل لهم ايه برضو. انا الصبح كانت مش عارفه كانت الساعه كام، بس تقريبا كانت الساعه 9. كنت نايمه، صحيت برضو على حد بيقول الحقوا العماره بتقع، لقيت حاجه بتتهبد، رحت حتى تليفوني كان جنبي، انا ما قدرتش اخد اي حاجه، كل حاجتي متعلقاتي كلها الشخصيه فوق، هدومي، الاوراق بتاعه البيت، عقد الملكيه، انا مالكه مش مأجره، في ذهبي، حاجتي، كل حاجه فوق. انا دلوقتي بطالب ان الحاجه دي، انا في الجزء اللي ما انهارش، انا شقه من الشقق اللي ما انهارتش، بطالب اي حد من الانقاذ المدني، اي حد، وبطالب برضو بشقق لينا تعويض عن اللي حصل ده. دلوقتي احنا نتصرف ازاي؟ في ناس تانية برضو ليها شقتين وثلاثة واربعة وانا والدي متوفي. لا 78 شقة، ما هي مالك وكام شقه تأجر مصيف؟ كتير قوي بيتأجر مصيف، نص العمارة بتتأجر مصيف. عايشه مع مين؟ انا عايشه مع والدتي، ووالدي متوفي، وقبل ما يتوفى كان عنده فشل كلوي وبتر في رجله الاثنين. دلوقتي انا كل حاجه ليا في العماره، يعني انا كل حاجه في الشقه، وانا من الشقه اللي مش ما اتضررتش، فانا بطالب ان اي انقاذ، اي حد يطلع يجيب حاجتي دي. حتى موبايلي كان جنبي على السرير، انا من الفجعه ما عرفتش حتى مد ايدي اخده. انا دلوقتي انا بطالب برضو بتعويضنا بشقه سكنية أخرى، يعني كل حد كان متضرر في العمارة من حقه في البلد إن هو يجيله حاجة تانية، شقة تانية، مسكن. أنا واحدة من الناس، أنا هروح فين؟ أنا شقتي دي كانت باسمي، وكان والدي بيقول لي دي هعمل لك بيها مستقبلك. دلوقتي أنا كده مستقبلي راح، أنا شقتي راحت. كم شقه مأهوله بالسكان؟ 78 شقه موجوده دلوقتي حاليا، فيها مصيف كتير جدا، انا مش هقدر اعدلك. يعني في ناس كانوا جايين، في ناس ممكن تكون في ناس تحت الانقاض كمان،
يعني انا عشان مش كده قادره اعد، بيسمعوك. عشان كده انا ما اعرفهمش كلهم. انا اعرف بس جاري اللي تحت، جاري اللي جنبي اللي ما طلعش ده، محمد ياسر ده برضو ده يعتبر شهيد. انا يا رب يكون طلع او حد انقذه ولا ما اتنقذش، انا مش عارفه. انتوا حد اكد لكم ان حد توفى؟ ايوه مامته وباباه قالوا لي محمد مات، وهم بيخبطوا عليا عشان يلحقوني. يعني ده ذنبه ايه؟ ده كان بيقول انا اول واحد هقع تحت السفا، يقع عليا فوقيا، وهو فعلا هو اللي كان عمال يزعق يقول الحقوا البيت بيقع، الحقوا البيت بيقع، هو اللي مات. انا سمعت صوته لحد ما انا ماشيه لقيت بابا ومامته جايين يخبطوا عليا. كان يعني انا لسه صاحيه، كان 9 تقريبا او حاجه. ما انا ما خدتش بالي، انا حتى ما بصيتش في التليفون، ما عرفتش اخده، ما لحقتش. ما كانش في اي سابق انذار؟ ما اول امبارح حسيت السرير، كانت الساعه 4:30 الفجر، كانه حاجه خبطت السرير. قلت لوالدتي ماما انا ظهري وجعني من الخبطه بتاعت السرير. قلت لها ماما ده زلزال، هدخل اشوف على النت في زلزال ولا لا. دخلت ما لقيتش في زلزال. قلت لها كده في حاجه تقريبا، في حاجه غلط. فوق حاسبهم العماره الكاميرا فرقعت، يا دوب ما كملتش الكلمتين كان القدر شاء القدر. اللي حصل حضرتك العماره كويسه كل حاجه، في واحد طلع يبني اللي فوق، بقالنا دلوقتي حوالي شهرين عمال محاضر وعمال حي وعمال محافظه يا جماعه ارحموني يجي الحي تك ويمشي كسر. انا كنت بره كنت بجيب عيش من الفرن، النهارده اجازه طالع انا، فيا دوب دخلت الباب فلقينا كاميرا في السقف بتطقطق، فابني قال لي خلي بالك الكاميرا بتطقطق. قلت له طب ايه؟ تعالى بسرعه. قال لا استنى انا دوم من الشباك، فبنادي من الشباك يا جماعه اللي فوق حاسبهم العماره الكاميرا فرقعت، يا دوب ما كملتش الكلمتين كان القدر شاء القدر شاء القدر. انا طلعت ناس كتير من الجنب التاني، طلعت ناس كتير قوي، بس في ناس هنا لسه موجودين هنا، ربنا بقى اعلم بيهم بقى. ولاد خالتي موجودين هنا في العمارة، وفي العمارة فيها ناس مصيفين كتير، فيها ناس من السودان، فيها ناس كتير غرابة يعني يصيفوا. أيوة في ناس كانت نايمة والعمارة، وفي ناس كانت صاحية، كلها أدوار، كلها ساكنة في الدور الرابع. احنا في الثامن، تعيلهم كده ربنا ينجيهم. 4 جوه، 4 شباب لين يصيفوا. ربنا يطمن قلبنا يا رب عليهم، ناس غلابة، أيام مفترجة زي دي، سبحان الله يا رب. ربنا ما يحرق قلب حد. أنا قلبي محروق على ابني والله، متوفي بقاله شهرين، أنا نار والعة فيه على الناس اللي جوه دي. زي ما شفنا إن الموضوع كارثة بكل المقاييس، كارثة للي ماتوا وكارثة للي عاشوا وفقدوا بيوتهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في الكارثة دي. ربنا يرحم اللي ماتوا، وربنا يتولى اللي عايشين، وربنا ينجد اللي مصابين وموجودين لسه تحت الأنقاض، وربنا يلطف ويخرجهم سالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. الطمع والجشع أقذر سمتين ممكن يتواجدوا في أي إنسان لو كانت تكلفتهم أو كان تمنهم هو حياة البشر. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. انتظروني في حلقة تانية. استودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. شكرا ومع ألف سلامة.